المبدأ الأولاني عندنا بالنسبة لنا كمجلس إدارة، إحنا بندعم الجهاز الفني ومش بس السنة دي، مدعمينه لنهاية تعاقده اللي هو 2.5 سنين. ويمكن زي ما كابتن أحمد حسام أو كابتن أحمد سليمان أو كابتن أحمد تحليم قالوا، لأول مرة بنشوف نادي الزمالك فعلا بيحقق طموحاتي انا شخصيا كزملكاوي اللي انا بتمناها، ان احنا ما نبصش تحت رجلينا. انا قعدت كذا مره يعني بصفه وديه، انا بقعد مع الجهاز الفني لان انا ماليش في الفنيات، انا عضو مجلس اداره، لكن الكباتن دول هم اللي مربيني وكابتن حسام صديقي، وباخد منهم طريقه العمل وفكرهم اللي هم هيشتغلوا بيه، بسمعه يعني. انا شايف ان نادي الزمالك اللي بيتطبق فيه دلوقتي ان احنا بنصنع مستقبل. زي ما حضراتكم بتسمعوا على فريق الامل، طول عمري بسمع عن فريق الامل. اعتقد ان الامل هو ان كابتن احمد حسام ينجح، لان كابتن احمد حسام هو الامل لنادي الزمالك بصفته شاب ابتدى مجال التدريب في نادي الزمالك، وطبيعي ان كابتن احمد حسام يبقى مدير فني لنادي الزمالك، لانه طبيعي لانه كان لاعب فاز وسابق سنه، فطبيعي ان هو يبقى سابق سنه في كل المجالات الخاصه بكره القدم. نادي الزمالك بيصنع فرقه جديده تقعد معاه 10 سنين و20 سنه ان شاء الله. بيصنع سيستم هنمشي عليه بعد كده. كابتن احمد حسام بيلقى الدعم، الجهاز الفني بيلقى الدعم، اللاعبين بيلقوا الدعم، مش بس كابتن احمد حسام، انا بتكلم كده كمان على جميع فرق النادي في جميع الرياضات. زي ما حضراتكم عارفين احنا كنا بنتعرض لعمليه تدمير لنادي الزمالك. انت بتحاول مش بس ترجع نادي الزمالك زي ما كان، احنا عايزين نرجعه احسن مما كان. وبالتالي كان الفكر ان احنا نجيب مدير فني محترم بمواصفات محترمه، اعتقد هو لقب العالمي ده مش من فراغ. احنا عايزين نطبق الفكر اللي موجود في الدول المتقدمه في كره القدم، فبالتالي جبنا واحد عنده خبره في الموضوع ده، زائد ان هو عنده ميزه مش موجوده ممكن تبقى في مدرب اجنبي، انه اتربى في النادي ده وطلع من شاف المدرجات وشاف الملاعب وعاصر معانا كل الازمات اللي نادي الزمالك كان بيمر بيها، فاذا هو حاسس بنادي الزمالك، فدي ميزه اعتقد ان هي تميز كابتن احمد حسام والجهاز الفني اللي عانى في نادي الزمالك وحس بنادي الزمالك وعارف ايه مشاكل نادي الزمالك. هو نفس فكر مجلس الاداره، انا واحد اتربيت في النادي ده وحسيت وعرفت مشاكله ايه من قطاع الناشئين واللعيبه والاجهزه الفنيه. فانا عشان ما اطولش على حضراتكم، اول حاجه عايز اتكلم عليها ان نادي الزمالك هو ماشي في الطريق الصحيح ان شاء الله. اللي كابتن احمد حسام والجهاز الفني وبيعمله هو نفس اللي الاداره بتعمله، احنا ماشيين في خط متوازي مش ضد بعض. انا بعتقد ان نادي الزمالك اذا كنا عايزين نرجعه فهي منظومه كامله، لاعبين واجهزه فنيه ومجلس اداره وجماهير واعضاء وموظفين، وحتى حضراتكم كاعلام انتوا بتنقلوا الصوره للناس وعايزين منكم ان انتوا تساعدونا. حضرتك شخصيا لو شفت حاجه ليك عليها ملحوظه في ادائي قبل ما تكتبها في الجورنال تعالى وقول لي عليها، ممكن اتعلم من حضرتك. فاحنا كلنا وحده واحده عشان نوصل لهدفنا. انا هسيب المجال ان حضراتكم لو في اسئله للاساتذه للكباتن، ولو ليا انا شخصيا كل اللي مطلوب من حضراتكم ان احنا نقف ورا الجهاز الفني ده ونقف ورا نادي الزمالك. نادي الزمالك بيتغير وان شاء الله يتغير للافضل بيكم كلكم. زي ما انا قلت هي منظومه واحده، واحنا عمرنا احنا مقدرين المسؤوليه جدا ومقدرين الظروف اللي احنا فيها وعارفين ان مفيش وقت لاي حاجه غير الشغل بس. فانا بتشرف بيكم وبتمنى لكم التوفيق وبتمنى للجهاز الفني واللاعبين التوفيق ان شاء الله.